بقى تخليه يحبك من أول لحظة لحد الجواز، أو تقابل بقى الحب الحقيقي يحبها بقى من أول لحظة لحد الجواز. طب السؤال هنا إزاي بقى تعملي كده؟ تعالوا كده بقى نسمع ونشوف الكام حاجة دول. رقم واحد هنا هو أول انطباع بيكون عندك، والانطباع الأول زي ما بيقولوا هو اللي بيدوم. دي بقى أهم حاجة وأول حاجة. يعني المفروض تخليك إنسانة واثقة من نفسك، ملتزمة وبشوشة، كمان تكوني على طبيعتك، لأن الحاجات دي بغض النظر عن شريك حياتك بتجذب كل الناس اللي حواليك وتجبرهم إنهم يتعاملوا. رقم اتنين هنا وهو التواصل الجيد. يعني بقصد هنا انك تكوني لبقة في الكلام، يعني لما يحصل مناقشة ما بينكم اسأليه اهتماماته ايه وشاركيه هواياته. يعني كلامك الحلو بقى المتزن العاقل بيساعد طبعا على بناء علاقة قوية. الاهتمام هو المفتاح، يعني ممكن بأي حاجة بسيطة جدا منك تعبري بيها عن مشاعرك. كلمة حلوة أو هدية بسيطة بتفرق. رقم أربعة كمان الصداقة. يعني لازم يحس لما يجي يرتبط بيكي الشخص ده، مهم جدا إن يشعر بإنك انتوا أصدقاء قبل ما تكونوا مرتبطين، لأن الصداقة ببساطة بتخلي العلاقات تكون قوية وبتساعدكم كمان إنكم تعرفوا بعض أكتر. رقم خمسة هنا وأهم حاجة في كل اللي قلتهم الالتزام. يعني لما تحسي أو تشعري بإن مشاعرك فعلا حقيقية وصادقة، اتكلمي عن المستقبل بتاع علاقتكم، وده لما يرتبط بيكي فعلا. يعني تخططوا للمستقبل والكلام ده، خليه دايما يشعر ويحس بإنك عايزة تبني معاه كل يوم حاجة جديدة. وبعد ما قلت الخمس حاجات المهمين دول، مهم جدا بقى إنك تكوني على طبيعتك. بلاش تصنع وتجميل في حاجات مش موجودة فيك، وبلاش تقلدي حد، لأن الحب الحقيقي لو انت عايزاه فعلا بيكون أو بيظهر أو بيتولد لما نكون صادقين مع نفسنا بجد، وطبعا مع بعض. لو عجبكم المقطع بقى ما تنسوش لايك وشير ومشاركة والمتابعة بقى علشان تعرفوا كل جديد. تمام كده، أشوفكم على خير إن شاء الله.